انتهت الحلقة اللي فاتت ومدير شركة المواصلات جه الحفلة ووقف يبص على هاي، وهاي شافته. بعدها هاي بيغمى عليها وبتروح المستشفى. بعد ما بتفوق بتقول ليونج هو عايز ينتقم مني، وبتكون خايفة منه جدا. بعدها مامتها بتيجي وبتقول لها ركزي في المسابقة وبس وانا هتعامل معاه. بعدها بيروح للصحفي بيقول له انا قايل لكم خبر مهم ازاي ما يتنشرش. الصحفي قال له المال اقوى من الألم. وبعدها في ناس بتخطف المدير وبيكونوا مخدرينه وبيرموه في البحر وبيمشوا بعد ما بيتأكدوا انه غرق. لكن بعدها بيظهر انه فاق وبيخرج من المية. وبتيجي مكالمة لميسوك وبتقول لهم اتأكدتوا انه انتهى خلاص، هحول لكم المبلغ. بعدها بيكون ابو جين مع سانج وبيقول له انا اسف على اللي حصل وشايفك انت وجين وامها عيلة، اعتني بيهم. والمدير بيرجع بيته بيلاقي اخوه هاي بيمسكه ويخنقه ويقول له انت ايه اللي جابك هنا، انا طردتك قبل كده. وبيسيبه وبعدها بيقول انا عملت ايه، كل اللي عايزه تعويض عن اللي حصل، انا عايز حقي. وبيمسك سكينة وقال هقتلهم كلهم. بعدها اخو هاي بيكون خايف عليها وبيقول لنفسه انا خايف عليها ليه، ده احنا مش بنطيق بعض. وراح مكان المعسكر، الامن مرضيش يدخله. شافها في الاتوبيس بيجري عشان يتكلم معاها وموتوسيكل خبطه. بعدها هاي ويونج بيجهزوا للعرض، وعيلة يونج موجودة في القاعة. وسانج هيشوف بيل اتأخر ليه ويخبط في موظف الأمن، وبيكون فرد الأمن ده المعلم اللي عايز يقتل هاي. بعدها بيل بيتعرف على أخو هاي لما جيب الإسعاف للمستشفى. وفي القاعة بيبدأ حفل ملكة جمال كوريا، وهاي ويونج في المقدمة. في نفس الوقت أخو هاي فاق في المستشفى. وبيل فكره بنفسه لما اتقابلوا من 7 سنين، واخو هاي قال له ان اخته في خطر وان الموظف بتاع الشركة ده اتجنن خلاص وقال هيقتلهم كلهم. وقال لبيل لازم تعرفهم ده. وفي الحفلة هاي بتعرف نفسها للجمهور وقالت ان حلمها انها تبقى ملكة جمال كوريا. ويونج عرفت نفسها وقالت الجمال الداخلي اجمل من الجمال الخارجي. وبيل بيوصل للقاعة والامن بيمنعه من الدخول لان الوقت المسموح بدخول الضيوف انتهى. واللجنة بتعلن أسماء 8 بنات للتصفية النهائية وهاي ويونج منهم. بعدها المذيع بيسأل هاي الذكريات بالنسبة لها إيه. هاي قالت أتوبيس وعدى ما تقدرش تلحقه، عشان كده بدل ما أعيش في الماضي بحب أعيش اللحظة الحالية وأتطلع للمستقبل. يعني لو معايا آلة زمن دلوقتي كنت هروح للمستقبل وأشوف إذا كنت أنا هلبس التاج النهاردة ولا إيه. هلق نظرة خاطفة كده يعني. والمذيع قال إجابة ذكية من هاي. بعدها بيسأل يونج وبيقول لها هاي اتكلمت عن آلة الزمن، لو معاكي دلوقتي هتتصرفي ازاي؟ قالت كنت هرجع للوقت اللي كنت شغالة فيه كمثرية. والمذيع بيسألها كنت شغالة كمثرية؟ قالت له أيوة. قالت له أيوة كنت في ذروة شبابي واتقابلت مع أعز صديقة ليا. المذيع قال لها لو رجعت بالزمن كنت هتعملي ايه؟ قالت كنت هحضن صاحبتي جدا، وقتها كنت مش فاهمة هي بتمر بإيه. كنت هقول لها ما تعملش كده، ما تنفعش تكون تعيسة بسببي. وكنت هقول لها أنا آسفة جدا وممتنة. وفي النهاية أتوبيس وعدى، مش هيرجع لو غادرت مكانك، لكن إذا وقفت مكانك هيجيلك تاني. وده اللي أنا عايز أقوله ليها. بعدها بيعلنوا المركز التالت، والمذيع قال ملكة جمال كوريا هتروح مسابقة عالمية وتحصل على منحة دراسية ب15,000 دولار. ودلوقتي هتقدم الجايزة ملكة جمال كوريا للسنة اللي فاتت. وهاي بتفوز بملكة جمال كوريا ويونج في المركز التاني. أم يونج كان نفسها بنتها تكسب لكن مبسوطة برضه. ويونج تفتكر لما هاي قالت لها حلم أكون ملكة جمال كوريا، ويونج قالت لها وقتها أعتقد هتحققيه. وميسوك بتكون مبسوطة جدا. هاي قالت دي لحظة مش هنساها أبدا. وبيدخل الراجل عشان يقتلها ويونج تاخد ضربة السكينة بدلها. والكل بيكون في صدمة، ميسوك وبيل وهاي. والراجل هيقتل هاي كمان، لكن جون بيمسك ايده. وبيل بيجي وبيقول ليونج خليكي معايا. ويونج بتنزف جامد. بعدها الصبح الإعلام بيعلن القبض على القاتل، وفي تحقيق معاه عشان يعرفوا دوافع الجريمة. وبنشوف مطعم أم يونج مقفول ومكتوب عليه مغلق لأسباب شخصية. وبنشوف بعدها يونج في المستشفى ومعاها مامتها وبيل، لكن بتكون فاقدة للوعي. بيل بيقول هتفوق وهتبقى كويسة. وبالليل هاي حزينة وبتشرب، واتنين بيضايقوها وعايزين يقعدوا معاها، لكن سيك بيجي وبيقول لهم أنا معاها. بعدها هاي بتقول لسيك إنها السبب، كانت المفروض هي اللي تطعن مش يونج. وإنها قالت لها أنت سبب الوحدة اللي أنا فيها وسبب إن كنت بائسة من جديد.
سيك قال لها أنا معرفش تفاصيل بينكم، لكن ما تحسسيش نفسك بالذنب. كل واحد فيكم أخد قرار، واللي حصل ده ملكوش ذنب فيه. هاي قالت له إنها خايفة جدا وهتعمل إيه من غير يونج لو ما فاقتش. مفيش حتى فرصة تقول لها أنا أسفة وإنها لسه بتحبها زي الأول. لو ما فاقتش هتعرفها ده إزاي؟ سيك بيهديها وقال لها أنا واثق إنها هتفوق. ومي سوك بتكلم حد في التليفون وبتتأكد اللي حاولوا يقتلوا الموظف هربوا، لأن لو اعترفوا عليها هتواجه تهمة التحريض على القتل. وهاي بتسمعه وهي بتتكلم وقالت لها انت حاولت تقتليه عشان كده كان عايز يقتلني. مي قالت لها انا عملت كده علشان احميكي. هاي قالت لها صاحبتي بين الحياة والموت دلوقتي بسبب ده، وعيلتها متبهدلها ازاي ده حماية. بعدها هاي بتمشي وتسيب مي، ومي قالت لها يا هاي هتندمي على التصرف ده، والشرطة بتيجي تقبض على مي. بعدها هاي بتروح لأم يونج، وأم يونج قالت لها خليكي هنا لحد ما تفوق يونج وترجع البيت، وتبي تتأسفي لها وجها لوجه. وبتكون هاي في غرفة يونج وبتشوف صورتهم وقت شركة المواصلات وبتعيط. وبيل بيكون جنب يونج وبيطلع هاند فري وبيسمع أغنية بيحبوها وبيقول لها صمودي وقومي لازم تفوقي، وبيعيط. وبنيجي المشهد يونج وكلهم متجمعين بيل وهاي، لكن بيمشوا ويسيبوها لوحدها، وبيكون مفيش حد معاها وبتخرج لضوء أبيض. وبيكون ده حلم يونج بتحلمه وتفوق، وفي ودنها السماعات. وبيل بيجيلها، والمستشفى بتعرف مامتها انها فاقت، وهاي بتجري عشان تروح لها. وبعد سنة بتكون يونج بتدرس في الجامعة وبيل بيجي يوصلها. وسانج بيتجوز أم جين، وبيكون متوتر جدا وبيجيله زغطة. وبعدها بيل جايب سلسلة هدية ليونج وبيطلب منها يتجوزها أول ما يبقى دكتور رسمي. وجون بيكون في المطار ومسافر وبيقول جميع القصص الخيالية ليها نفس النهاية، ويعيشوا مع بعض في سعادة للأبد، ودي النهاية. في نفس الوقت الكل بيتصور مع العروسين سانج ومجين. وسيك أخو يونج مهتم بهاي وأمه واخدة بالها ومبسوطة، وأبو جين بيدعي لهم بالسعادة. بعدها بيكون العرسان رايحين لشهر العسل، وبيل بياخد هاي ويونج للبحر، وبيكون وقت لطيف جدا وبيفتكروا كل اللي فات. بعدها بيكونوا في أتوبيس ويونج بتقول هي دي قصة شبابنا، كانت مرهقة وبائسة لكن تألقت وأشرقت، وده لأنهم كانوا مع بعض. ممكن السنين الجاية نتأذى من موجات الحياة، بس أكيد هنشفى وهنعيط وهنضحك، لكن مش خايفين لأننا مع بعض دايما. قصتنا لم تنتهي بعد. ويخلص الملخص.